لا والله مش قوي، بس احنا طبعا قعدتنا في ما المعسكرات، تحلفش بالله لان انت بتقلده. قعدتنا في المعسكرات بتبقى طويله فبنقعد بقى طيب ما انا عايزه نهزر مع الحاجات بعض اللي يعني. بتحصل في قعده المعسكرات دي. بس مش هتبقى حلوه قوي يعني على التلفزيون، احنا بيبقى طب اعملها معظمها. واحنا هنحكم، ايه رايك يا امينه وريهام؟ هو بس الاستاذ عمرو خالد لما محمد صلاح عندك لجنه التحكيم اهو. الاستاذ محمد الكابتن محمد صلاح يعني زميلنا لما راح تشيلسي، فطبعا الاستاذ عمرو خالد قال حاجه غريبه جدا، قال لك هم سالوا عليه الاول وعلى اخلاقه وبعدين خدوه تشيلسي. فطبعا ما فيش بره الكلام ده، ما فيش اخلاق والكلام ده اللي اخلاقه بايظه بره هو اللي بينجح، مش اللي اخلاقه طب كويسه. الطريقه ازاي؟ الطريقه لا هو طبعا بيقدم برنامج اسمه بسمة امل على الراديو. طبعا. ف بيتكلم مثلا ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. يا اخوانا يا اخوانا يا اخوانا، اهلا وسهلا بيكم النهارده في حلقه جديده من برنامجنا وبرنامجكم بسمة امل. بسمة امل النهارده ولد جميل شاب ظريف طيب جدع اسمه مصطفى. مصطفى يا اخوانا. كده كويس. لا 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 لازم كده كويس والله. الناس بتسقف لك عشان تكمل. يلا. شاب جميل اسمه مصطفى. مصطفى كان كل يوم يتخانق مع امه وينزل يشرب مخدرات ويلف بانجو وحشيش، وامه مصطفى تقول له اقعد معايا لف محشي كرنب، لف ورق عنب، لكن مصطفى ما سمعش الكلام. ايوه بقول لك انت ما سمعتش الكلام. يعني حاجه زي كده. طب السادات. السادات مش قوي بصراحه، انا بحبه طبعا جدا بس يعني ما اعرفش اجيبه، بس انا الاستاذ احمد زكي النجم الكبير طبعا هو اللي حبيته. الله يرحمه. طب يلا. الله يرحمه طبعا. شفت الفيلم يعني فكنت بقعد يعني عشان بحب رئيس السادات وكده. ف بسم الله. ان التاريخ العسكري سوف يتوقف طويلا بالفحص والدرس امام عمليه يوم 6 أكتوبر، حينما قامت القوات المسلحة المصرية باجتياز مانع قناة السويس الصعب واجتياح خط بارليف المنيع بعد أن أفقدت العدو توازنه كما قلت في 6 ساعات. طيب هطلب منه اخر حاجه. اوكي. هو احلى حاجه ان احنا ما بنتكلمش في الكوره. طيب لا ما احنا مش يعني دي بنتكلم أحلى في حاجة الكوره. هشام محدش الجح يلعب كورة والله. اخر حاجه هطلبها منك. ما كفايه كده. لا هم قالوا لي هشام الجح. بجد والله هشام عجبتك انا ما القعدة؟ كنتش عارفه هشام الجح. تصدق حياة النبي اقول لكم على حاجه يا اولاد، وحياة النبي القعده دي بمليون حاجه احنا والله والله العظيم. بتقلدي هشام الجح؟ ممكن تقلدي هشام الجح؟ لا انا مش متابعاه بصراحه. مش متابعه. لا مش متابعاه. طب نتفرج على سعد يلا. هو طبعا القصائد بتاعته كلها جميله يعني فالواحد بيحب يسمعها وكده، لكن هو اسلوبه يعني ممكن هو طبعا الاستاذ هشام طول ما هو قاعد ما يبصش للمذيعه. يعني لو حضرتك قاعده مثلا وبقول لها ايوه بغي، ايوه بغي، لا انا نقصان ولا ضعفان ولا مسطول ولا سكران ولا زايغ من عين الضي ولا حد احسن مني في شيء، بس بغي. واللي قالوا لك غيرة الراجل قلة ثقة أو قلة فهم خلق حمير. غيرة الراجل نار في مراجل، نار بتنور ما بتحرقش، واحنا صعايدة ما نستحملش. كفاية.